أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع عامل كلام كتير الفترة الأخيرة، الأخبار المنتشرة عن مفاوضات ممكنة بين نادي الوداد ومدربه السابق الحسين عموتة. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة. التقرير ده نقلاً عن مصدر وصف بأنه مطلع جوه النادي. هدفنا نفهم حقيقة الكلام ده وموقف النادي بالظبط. والمثير كمان هو التوقيت. عموتة، وده اسم كبير طبعا في الوداد، لسه خارج من تدريب الجزيرة الإماراتي قريب. فالتوقيت ده مع نهاية موسم أو تحضير لموسم جديد دايما بيخلي الإشاعات دي تطلع، خصوصا إنه درب الوداد قبل كده مرتين وعمل معاهم شغل كويس. بالظبط. لكن اللافت إن المصدر اللي اعتمد عليه تقرير كورة كان حاسم قوي في نفي الأخبار دي. التقرير بيقول إن المصدر نفى الموضوع ده تماماً. إزاي نقرأ النفي القاطع ده؟ هو بصراحة أكتر من مجرد نفي. المصدر حسب التقرير مش بس قال الكلام ده مش صحيح، لا، ده اعتبرها محاولة للتشويش. فاهمة؟ كلمة تشويش دي ليها وزنها، كأن في قلق جوه النادي من تأثير الإشاعات دي على استقرار الفريق، وعايزين يقفلوا الباب ده بسرعة. دي نقطة مهمة فعلاً. والظاهر إن الحسم ده بيمتد كمان لدعم المدرب الحالي محمد أمين بن هاشم. التقرير واضح إن النادي بيجدد ثقته فيه وبيأكد إنه مكمل. هل ده مجرد كلام دبلوماسي ولا ليه معنى أعمق؟ أعتقد التفاصيل اللي ذكرها التقرير تخلي الموضوع يتعدى فكرة الدبلوماسية. الإشارة لأن بن هاشم أتمنح بعد العودة من مونديال أمريكا كافة الصلاحيات الممكنة، دي نقطة جوهرية قوي. يعني إيه كافة الصلاحيات الممكنة؟ دي مش كلمة بتتقال خلاص، ده تفويض حقيقي بالمسؤولية والسلطة. ده بيوضح إنهم مقتنعين بمشروعه، على الأقل حالياً. توقيع القرار ده بعد مونديال أمريكا ممكن يكون له علاقة بمرحلة تقييم أو استعداد جاية. تمام. يبقى دعم قوي لبن هاشم وتفويض واضح. بس في نفس الوقت التقرير مقدرش يتجاهل مكانة عموتة. ذكر إنه بيحظى بتقدير خاص داخل النادي. إزاي التقدير ده يتوافق مع التأكيد إنه لن يعود حالياً؟ هو ده التوازن اللي الأندية الكبيرة بتحاول تعمله. يعترفوا بقيمة عموتة وتاريخه عشان يحافظوا على العلاقات وعلى صورته قدام الجمهور اللي بيقدره، وفي نفس الوقت جملة لن يعود حالياً دي بتأكد القرار الحالي بدعم بن هاشم، لكن بطبيعتها بتسيب الباب مفتوح شوية للمستقبل. هي مش نافية للأبد قد ما هي تأكيد للوضع دلوقتي. فهمت. نقدر نقول إن خلاصة التقرير ده تحديداً هي مفيش مفاوضات دلوقتي مع عموتة، دعم كامل وصلاحيات لبن هاشم وتقدير لعموتة، لكن هو مش في الصورة حالياً. بالظبط كده. والقصة دي حتى لو هي خاصة بالوداد وعموتة بتعكس ظاهرة بنشوفها كتير في الكورة. الأندية الكبيرة دايما تحت ضغط الشائعات، خصوصا لو متعلقة بمدربين ليهم اسم وتاريخ. النفي الرسمي أو حتى اللي بيجي عن طريق مصادر مطلعة بيكون أداة عشان يتعاملوا مع الضغط ده، بس قليل قوي لما بيوقف التكهنات تماما، خصوصا لما يكون في متغيرات زي إقالة مدرب بحجم عموتة في التوقيت ده. فعلاً. وده بيخلينا نفكر تاني في جملة لن يعود حالياً. هل هي مجرد قفل لموضوع الإشاعات دي دلوقتي، ولا ممكن يكون فيها تلميح لإمكانية فتح الموضوع ده تاني لو الظروف اتغيرت أو النتائج اختلفت في المستقبل؟ سؤال هيفضل مطروح، والأيام الجاية هي اللي ممكن تكشف إجابته. ديناميكيات الكورة مبتقفش. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة.